جئنا إلى المغرب من خلال المقدمة الملكية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. هذه الدورة العاشرة اللي يأتي فيها أطفال القدس إلى المغرب الشقيق. طبعا هذا المخيم اسم مخيم سمو الأميرة اللاله مريم. كيف تم اختيار أطفال القدس ال50 اللي قدموا إلى المغرب من خلال 30 مدرسة في مدينة القدس؟ تم اختيارها في خلال لجنة، ومعظم اللي تم اختيارهم هؤلاء من ذو الدخل المحدود، وأيضا أنه يكونوا متفوقين في المدرسة وعندهم عدة أنشطة مميزين فيها من أجل إقامتها في المغرب الشقيق. هلا منذ قدومنا بمطار محمد الخامس، وصحيح كان استقبال رائع ومميز جدا من المسؤولين ومن الشعب المغربي على حفاوة الاستقبال. تواجدنا في العديد من المدن المغربية من ضمنها الدار البيضاء، زرنا المسجد الحسن الثاني، ايضا رحنا زرنا المدينة الأثرية أزمور ومدينة حسن، وايضا قمنا بزيارة مدينة طنجة ومدينة تطوان القصر الملكي، وقام باستقبالنا سمو الأمير الحسن، وكانت لفتة كريمة وطيبة من سمو الأمير الحسن أنه استقبل أطفال القدس، وكان هناك لقاء مع سمو الأمير وتبادلنا الحديث، وكان كل كلامه ترحاب ونحن أخوة الفلسطينيين، ونحن أخوة وأهلا وسهلا بكم. فبالتالي لاقت ترحاب كبير من الأطفال المقدسيين وأهلهم والفلسطينيين بشكل عام. صحيح في أي مكان رحنا عليه إلى المغرب كان ترحاب عظيم ورائع من أهلنا في المغرب، وهذا يدل على حب المغرب الكبير سواء كان ملكا أو حكومة أو شعبا للشعب الفلسطيني. كذلك الشعب الفلسطيني يكون للمغرب الشقيق كل الحب والتقدير والاحترام، وبالأخص مدينة القدس، لأنه جلالة الملك هو رئيس لجنة القدس، وبالتالي انبثق منها وكالة بيت مال القدس التي تهتم كثير بأهل القدس بشكل خاص. وكل الاحترام والتقدير لإخواننا في المغرب على حسن الضيافة وعلى الاستقبال الرائع اللي قمنا فيه، وعلى الترحاب لأطفال القدس. وكل القدس بأطفالها بأهلها تشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وسمو الأمير الحسن وحكومة المغرب وأهل المغرب على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وشكرا كثير لكم. شكرا.